مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 185 لسنة 23 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبة على جرائم التنمر والتحرش والتعرض للغير. قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل 2023 بعض أحكام قانون العقوبات بعض أحكام الشعب قانون العقوبات. رئيس الجمهورية باسم الشعب قرر مجلس النواب القانون الآتي قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدر يستبدل بنصوص المواد 306 مقرر يستبدل بنصوص المواد 306 مقرر فقرة 2 و309 مقرر ب فقرة 3 من قانون العقوبات النصوص الثلاثة من قانون العقوبات المادة النصوص 306 مقرر المادة يعاقب بالحبس مقرر لا تقل عن سنتين الحبس ولا تجاوز لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه وبغرامة لا تزيد عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق في مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية أو تلميحات جنسية أو بالقول سواء بالإشارة أو بأية وسيلة أو بالفعل بما في ذلك أو بأية وسيلة بما في ذلك أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو اللاسلكية أو وسيلة تقنية أخرى وتكون أو أي وسيلة تقنية لا تقل عن تكون العقوبة سنوات مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن سنوات وبغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو من شخصين في وسائل النقل وإذا كان الجاني سلاحا وإذا كان الجاني الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع خلال الملاحقة وإذا توفر ظرفان أو أكثر من الظروف وإذا توفر ظرفان أو أكثر من من هذه المادة الواردة بالفقرة الثانية من أدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة والأقصى في حديهما المادة الأدنى والأقصى 306 مقرر المادة فقرة ب 306 مقرر الفقرة الثانية فإذا كان الجاني الفقرة الثانية ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو ممن لهم سلطة وظيفية على المجني عليه أو مارسية على المجني عليه اسمح له الظروف بممارسته عليه اسمح له الظروف بممارسته في مكان العمل أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو من شخصين في وسائل النقل وإذا كان الجاني يحمل سلاحا وإذا كان الجاني يحمل سلاحا مدة لا تقل عن 7 سنوات أما إذا تقل عن 7 سنوات أكثر من الظروف أما إذا توفر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة العقوبة السجن الفقرة مدة لا تقل عن العقوبة 10 سنوات مدة لا تقل عن 309 مقرر ب مادة 309 مقرر ب العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتكون العقوبة وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه وغرامة لا تزيد عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل إذا ارتكبت إحدى وسائل النقل في مكان العمل شخصين أو وسائل النقل أو إذا كان من شخصين أو من أصول المجني عليه الجاني أو من المتولين عليه أو من المتولين لهم سلطة أو ملاحظته كان مسلما إليه بمقتضى القانون كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو كان خادما لدى الجاني حكم قضائي أما إذا كان خادما لدى الجاني أكثر من الظروف المشددة السابقة أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. إن التحرش هيشبع رغبة جنسية جوه إن التحرش هيشبع رغبة جنسية جوه أختك أو أمك بس خلي بالك لا هم قاعدين في مواصلات أو ماشيين في الشارع لا هم قاعدين في مواصلات أو ماشيين في الشارع يشبع برضه رغبته الجنسية هيلاقوا واحد سلام عليكم يشبع برضه رغبته الجنسية سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.